أهلا بكم. كان واحد الصباح عادي في واحد النهار من عام 2016 وما كان حتى شي حاجة كتندر بالشر. خرجات البنت الصغيرة زينب من الدار ديالها اللي كاينة في واحد الدوار تابع للمدينة الجديدة، لابسة الوزرة ديال المدرسة وشادة صاك صغير وكتمشي بخطوات خفيفة وبريئة كيف العادة. هاد المرة ما ودعاتش ماماها كيف كانت كدير ديما، وحتى ما دارتش اللور. كانت الخطوات ديالها غادية المكان هي كانت كتظنو آمن، أو يمكن كانت غادية القدر ما كانتش عارفة به. دازت الساعات وبدا القلق كيتقل على قلب الأم. زينب ما رجعاتش من المدرسة، ما دقاتش الباب وهي كتضحك كيف العادة، وما جلساتش تحكي لماماها شنو وقع ليها في النهار. داز العصر وباقي ما بان ليها حتى أثر. القلق بدا كيتسلل بحال الدخان بصمت ولكن كان خانق. بدات الأم كتسول عليها، دارت الأزقة كاملة وسولات الجيران والمارة وحتى مول الحانوت اللي حدا الدار، ولكن حتى واحد ما عطاها شي راس خيط. كلشي كيقول ليها انه ما شافهاش. فين اختفات هاد البنت الصغيرة؟ واش غادي تقدر العائلة تلقاها قبل ما يوقع ليها شي مكروه، ولا الوقت فات بالفعل؟ باش تعرفوا الجواب على هاد الأسئلة تابعوا معنا هاد الحلقة المقدمة لكم من قناة بصمة إجرام، المكان اللي كنكشفوا فيه الستار على أغرب الجرائم والألغاز. بدات رحلة البحث. في هذه المرحلة ما كان حتى بلاغ رسمي عند البوليس، غير أم كتقلب على بنتها في كل زنقة، كتشوف في وجوه الدراري الصغار والبنات الصغار يمكن تلمح ملامح زينب، وكتنادي عليها في الأزقة اللي حافظها مزيان، ولكن ما كان كيجاوبها غير الصمت. تجمعوا الجيران كاملين باش يعاونوها، وما كانش هذا المنظر غريب في حي بسيط كيعرفوا فيه الناس بعضياتهم. العيالات شادين التصويره ديال زينب، والرجال كيسولوا عليها، والدراري الصغار كيهضروا بيناتهم بواحد الصوت خافت. دازت الليله الاولى وما لقاو حتى اثر ليها. في هذا الحي كانت الثقه كبيره بين الناس، البيبان ديما محلولين والجيران كيدخلوا عند بعضياتهم بلا استئذان، والدراري كيلعبوا مجموعين، وحتى اي واحد غريب كيعرفوه من اول مره. ما كان حتى بلاصه كتبان صالحه باش يتخبى فيها شي واحد، او هكا كانوا كيظنوا. من بعد 5 أيام مشات الأم لمركز الشرطة، وكان في قلبها واحد الإحساس ما قدراتش تفسره. ما كان عندها حتى دليل غير حدس ديال الأم. شرحت للمحققين أن اختفاء بنتها تزامن مع اختفاء واحد الشاب كان قريب بزاف من العائلة، كانوا كيعتبروه بحال ولدهم، وكان ديما كيدوز عندهم للدار ياكل معاهم ولا يشرب اتاي. من بعد ما تسجل المحضر الرسمي بدات عناصر الشرطة كتفتش المنطقة اللي دايرة بديك العائلة، واول بلاصه ركزوا عليها كانت واحد الدار مهجوره ما بعيداش بزاف على المنزل ديال الاسره، حيت الام قالت للمحققين باللي داك الشاب اللي شكات فيه كان كيتردد على ديك الدار بزاف. كانت واحد الدار قديمه ومخربه، ما كان فيها ما يتفتش غير واحد البيت وباب مقلع وغرفه فيها واحد الحصيره قديمه وحداها واحد البير. قرب واحد من رجال الشرطه من فم البير وعطاه غير واحد النظره سريعه، ولكن تراجع خطوه اللور، حيت كان شاف شي حاجه عالقه تما في الحافه، شي حاجه ما كانتش من التراب. عيط على صاحبه وشعلوا واحد المصباح وبداو كيبانوا شي اطراف مغطيه بالغيس. ملي خرجت عناصر الشرطه الجثه من البير ما احتاجوش يديروا شي فحوصات كثيره باش يعرفوا حجم الفاجعه. كان جسد صغير ملفوف في واحد الثوب رطب ملطخ بالدم والطين، ويديها مربوطين والملامح ديالها بالكاد باينين. الوزرة ديال المدرسة كانت مازال لابساها، ولكن كانت ممزقة وكأنها حتى هي رفضات تسترها حتى لآخر لحظة. الأم كانت مرافقة لرجال الشرطة، وملي شافت المنظر انهارت. هاد المرة ما غوتاتش وما صرخاتش، غير طاحت ساكتة. الصدمة كانت أقوى من أنها تخليها حتى تبكي. واحد الشرطي حط يدو على كتفها بلا ما يقول حتى كلمة، حيت ما كاين حتى كلام يقدر يتقال ملي الإنسان كيشوف بنتو في هاد الحالة. من تما تسارعات التحقيقات بواحد الشكل كبير. ما بقاش الحديث على اختفاء ولكن على جريمة قتل، وما بقاش الشك مجرد احتمال ولكن ولا موجه لشخص واحد بنفسه، الشخص اللي اختفى مباشرة من بعد اختفاء زينب، وما عاد حتى واحد شافه في الحي هذه أيام. كانوا كاملين كيعرفوه كيتيقوا فيه، ما كانش غريب عليهم، بالعكس تربى وسطهم وكلا معاهم ودخل لديورهم بلا استئذان. هذا شاب في العشرينات ديالو، يتيم، تربى عند وحده من الجارات،
وكان الحي كامل كيناديوه ولدنا، وحتى المصادر ما ذكراتش سميتو بشكل دقيق. 6 سنين وهو عايش وسط الحي، كينعس مرة عند هاد الدار ومرة عند دار أخرى، كيلبس من حوايج ولادهم وكيضحك مع الناس، وحتى واحد ما كان شك فيه، وحتى واحد ما تصور أنه غادي يولي المتهم الأول. وكانت وحدة من الجارات كتقول بحورقة، كتقول راه يتيم ما عنده لا باه لا مو، 6 سنين وهو كياكل ويشرب عندي وما خبيت عليه حتى حاجة. وقالت كذلك كان بحال ولدي، 6 سنين وهو معنا كياكل كيشرب، كنعطيوه الساروت وكنثيقوا فيه في كل شيء. الحي كامل بدا كيرجع ذاكرته للحظات اللي كانت باينه عاديه، ولكن دابا ولات مخيفه. تصرفات صغيره ما عطاها حتى واحد اهميه في ذاك الوقت، ولكن من بعد بان بان عندها معنى اخر. كيفاش حتى واحد ما انتبه للتغيير اللي وقع في السلوك ديالو، كيفاش ما سولوش على الاختفاء ديالو المفاجئ، وعلاش حتى واحد ما خطرش ليه انه ممكن يكون اللي وراء هذه الجريمه هو داك الشاب. الشرطه وصلت الخدمه ديالها وجمعت صور المشتبه فيه وعممات الهويه ديالو على جميع السدود الامنيه، وفي نفس الوقت رجعت كتفتش الدار المهجوره اللي تلقات فيها الجثه. ما كانوش شي ادله كثيره، ولكن المكان كان كيبين باللي شي واحد كان كيستعملو بشكل مستمر. اثار ديال الاقدام، حصيره قديمه، قرعه ديال الماء خاويه، وحدها قطعه ديال الخبز يابس. كل شيء كان كيشير الى ان الجريمه ما كانتش لحظه عابره فقط، ولكن كانت مخطط لها وامتدت لعده ايام من الاحتجاز والتعذيب. زينب ما ماتش في النهار الاول، بقات حيه لعده ايام. ديك الايام اللي كانت فيها ماماها كتقلب عليها في الزنقه، كانت زينب مازال كتنفس، ويمكن كانت حتى كتعيط وتطلب النجده، ولكن حتى واحد ما كان كيسمعها. في اليوم الموالي اعلنت الشرطه انها لقات ادله ماديه كتشير باللي الجريمه وقعت وسط ذاك الدار المهجور، ومن بعد خرجت مذكره توقيف مستعجله وتم تعميم صورات وهويه المشتبه فيه على جميع النقاط الامنيه في المغرب. وفي العشيه ديال اليوم السابع، وبينما كانت فرق البحث ما زالت كتمشط الدواوير والطرق الجانبيه، توصلت الشرطه ببلاغ من دوريه امنيه كانت واقفه في واحد النقطه ديال المراقبه على بعد تقريبا 10 الكيلومترات من الدوار. كان شاب باين عليه التوتر وما كانش حامل معاه اي وثائق هويه واضحه، فملي طلبوا منه يوقف ارتبك ورفض حتى يقول شكون هو. في مركز الشرطه ما كانش لا عنف او ضغط، فقط جلس فوق الكرسي ويديه منطين وعينيه رافضين يشوفوه في عيون الضباط. ما سولش علاش تشد وما استفسرش على التهم الموجهه ليه، وحتى الانكار ما حاولش ينكر، بقى غير ساكت. ولكن هذا الصمت هذا كان ابلغ من اي اعتراف. ومن بعد خلال الاستماع ليه قال بان الجريمه ما كانتش مخطط لها من قبل، وزعم انه شاف زينب كدوز بوحدها قدام داك المنزل المهجور فقرر يستدرجها. وكان الاستدراج ديالها سهل بزاف حيت كانت كتعرفو مزيان وكتثق فيه. كانت كتظن انه غادي يرافقها حتى للدار، ولكن بلاصه ما يوصلها لعائلتها خداها لذاك المنزل المهجور وخلاها اسيره عنده. ومن بعد حوالي 5 ايام من الاحتجاز ديالها قرر يتخلص منها، خنقها حتى فارقات الحياه، ومن بعد رمى الجثه ديالها وسط البير. وفي الصباح ديال اليوم الموالي تنقل المتهم للمركز الرئيسي للاعتقال في المدينه، وسرعان ما انتشر الخبر ولات القضيه قضيه راي عام وحديث القنوات التلفزيه والجرائد وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن بالنسبه لسكان الدوار ما كانتش غير قصه كيتفرجوا فيها، كانت طعنه غادره عمرها ما غادي تنسى. ما كانش النهار باقي طالع مزيان حتى وصلت سياره الامن لساحه المحكمه. العيون كلها كانت كتسنى والقلوب عامره بالاختناق والوجوه باين عليها الحزن والغضب. الجميع كان باغي يشوف وجه هذا الشاب اللي عاش بينهم سنوات قبل ما يتحول لكابوس رواع الحي كامل. نزل المتهم من السياره ويديه منطين، راسو مطقطق ووجهه جامد، ما فيه لا خوف لا ندم ولا حتى اي تعبير. كان كيمشي نحو القاعه ديال المحكمه وكانه داخل لشي مكان عادي، ماشي المحاكمه على جريمه هزت المغرب كامل. داخل قاعه المحكمه كانت الام جالسه في الصفوف الاولى ووجهها شاحب والملامح ديالها باين عليها الانهيار، ولكن عينيها ما كانوا كيشوفوا غير في بلاصه واحده، كانوا كيشوفوا في ذاك القفص الحديدي اللي كان جالس فيه الجاني. حداها كانوا جالسات النساء ديال الحي،
الجارات اللي بكاو معاها وقلبوا معاها على زينب وتسناو معاها خبر كان كيقطع القلب. طلب القاضي من النيابه العامه تعرض ملخص الوقائع، وتقدم ممثل النيابه العامه وبدا كيسرد الاحداث بدقه، كيعتمد على الادله وشهادات الام وتقارير الطب الشرعي ومحاضر البحث اللي تضمنت اعترافات المتهم كذلك. وملي وصل ل5 ايام اللي بقات فيهم زينب محتجزه، خرجت شهقه خافته من الام، شدات طرف حوايجها وحطت يديها على فمها وكانها كتحاول تمنع روحها تخرج من شده الالم. سالا عرض الوقائع وخيم الصمت من جديد على القاعه. من بعد جا الدور على محامي الدفاع، وقف وهو متردد وقال كلمات قليله وما كانش عنده بزاف باش يدافع به. كل المرافعه ديالو كانت كتلخص في انه قال باللي الموكل ديالو او المجرم ندم على الجريمه، وانه كان كيعاني في ظروف نفسيه صعيبه اثرت على الادراك ديالو وقت ارتكاب هذه الافعال. وخارج المحكمه كان كاين العشرات من الناس واقفين كيهتفوا باسم زينب، هازين التصاور ديالها وراسمين وجهها فوق لافتات مكتوب فيها عمرنا ما غادي نساوك زينب. كان طالبوا بالاعدام، اللي خان ثقه الدار ما يستحقش دار اخرى. هادشي اللي كانوا هازين في اللافتات. وفي الايام اللي من بعد اجتمع رجال الامن مع النيابه العامه باش يكملوا ملف الاحاله، وتقرر يعرضوا المتهم على طبيب نفسي. ورغم ان بعض التصرفات ديالو كانت كتبان غريبه، اكد التقرير الطبي انه كان بكامل قواه العقليه وكان واعي بجميع الافعال اللي دار وكيعقل على التفاصيل ديالها كامله. وفي نفس الوقت صدر قرار من الجهات المختصه باش يتردم البير اللي ترمش فيه الجثه بالحجر والاسمنت. كما كذلك تقرر يتحط حداه واحد اللوحه مكتوب فيها هنا سالت البراءه. من بعد هذه المأساة تبدلت الحياه في الحي كامل. كل ام ولات كتراجع باب دارها اكثر من مره قبل ما تنعس، وكل اب ولا كيحرص يرافق ولادو او يوصيهم ما يبعدوش عليه. الثقه اللي كانت بين الناس ما بقاتش كيف كانت، والسكينه حتى هي تبدلات. في الساعه كانت كتشير ل9 صباحا ملي تحلت الابواب ديال المحكمه للمره الاخيره. الحضور كان اكثر من جميع الجلسات اللي دازوا، رجال وعيالات وشباب وحتى ناس جاو غير لانهم تاثروا بالقضيه. القاعه كانت عامره عن اخرها، وصمت ثقيل كان مخيم على الجميع. كل شيء كان كيتسنى غير جمله واحده، اللي هي الحكم اللي غادي يحاول يرجع شويه من التوازن اللي ضاع من نهار اختفت زينب. دخل القاضي ووقع الجميع احتراما، ومن بعد دخل المتهم مكبل اليدين بنفس الوجه الجامد اللي كان باين عليه من اول جلسه لا ندم لا خوف ولا حتى ترقب لداك الشيء اللي غادي يسمع في الحكم. ما تكلمش وما شاف حتى لشي واحد، جلس غير كيسمع كلمات القاضي وهو كيعلن ادانته بتهمه اختطاف زينب واحتجازها لمده 5 ايام والاعتداء عليها جسديا ونفسيا، ومن بعد قتلها عمدا وتخلص من الجثه ديالها حيت رماها في واحد البير مهجور. وبناء على هذه الوقائع قررت المحكمه الحكم على المتهم بالاعدام شنقا حتى الموت حسب ما تقرروا من الجهات المختصه اللي مع الاسف موقوف التنفيذ عندنا في المغرب. في ديك اللحظه شهقت الام وانهارت، والجارات ديالها شدوها واحتضنوها، وخرج صوتها من بين الدموع وهي كتقول رد لي حقي الله يرحمك بنتي. اما الاب فبقى واقف بلا ما يهضر، كان شاد تصويره بنته بين يديه وعينيه عامرين بالدموع، ولكن ما نزلات حتى دمعه، كانه قرر يخليها الدموع حابسه في قلبه باش تبقى شاهده على قصه بنت صغيره خانها واحد كانت كتثيق فيه. في الايام اللي جاو من بعد النطق بالحكم تبدلات ملامح المنطقه كامله. الزنقه اللي كانت زينب كدوز منها كل صباح وهي غاديه للمدرسه ولات شبه خاويه. الدار المهجوره تسدات نهائيا وتمنع على الاطفال يقربوا ليها. اما البير فتردم بالاسمنت وما بقى حتى اثر ليه. من مأساة زينب خرجت بزاف ديال الدروس اللي خاصها ما تنساش. اولها ان الحذر ما كيعنيش انعدام الطيبه، بل هو شرط باش تبقى الطيبه بلا ثمن غالي. وان المجتمع اللي كيربي ولادو على التعاون والتضامن خصو حتى يربيهم على الحذر وعلى طرح الاسئله وعلى رفع الصوت ملي يحسوا بالخطر. هاد الجريمه كشفت حجم الفراغ اللي ممكن يخليه غياب المراقبه والفرق بين الثقه العاطفيه والحذر العقلي. الجاني تربى وسط اهل الحي وكلا معاهم وضحك في وجههم، ولكن في الحقيقه ما كانش واحد منهم. اللي وقع لزينب ما كانش مجرد حادث عابر، بل كان صدمه كبيره كتوجه رساله لكل واحد كيستهين بحمايه ولاده.
وكل واحد كيعتقد أن الجريمة بعيدة عليه أو أنها ما يمكنش توقع وسط الناس اللي كيعرف. واليوم ورغم أن الملف ديال القضية تصدى رسميا إلا أن الجرح اللي خلاته ما تسدش. صورة زينب مازالت معلقة في بعض البيوت كتذكر الناس بقصتها كتحذير وكوصية وكألم عمره ما غادي يتنسى. ودابا شنو هو الرأي ديالكم نتوما؟ واش كتشوفوا أنه كاين أي مبرر للجريمة اللي ارتكبها الجاني؟ وشنو هو رأيكم في الحكم اللي صدر في حقه اللي مع الأسف موقوف التنفيذ عندنا في المغرب؟ شاركوني الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.